هنضرب مثال على كده الصورة اللي قدامنا. المستطيل الأحمر ده لو أنا استعملت كاميرا فول فريم هشوف المستطيل ده كله، المستطيل الأحمر ده كله هو اللي هيطلع معايا في الصورة اللي أنا بصورها بالكاميرا الفول فريم. طيب لو استعملت نفس العدسة اللي أنا استعملتها مع الكاميرا الفول فريم دي بس حطيتها على كاميرا كروب سنسور، ساعتها طبعا السنسور ده مساحته أقل، فأكيد الزاوية بتاعة الرؤية أو المجال بتاع الرؤية اللي هيشوفه أقل طبعا من الفول فريم، وده اللي بيوضحه هنا المستطيل اللي لونه أزرق. فده يعني هنا في الصورة دي طبعا بتبين الفرق بوضوح جدا ما بين المساحة اللي بيغطيها الفول فريم اللي هو المربع الأحمر أو المستطيل الأحمر، وما بين المساحة اللي بتغطيها الكروب سنسور كاميرا وتوضحها هنا المستطيل الأزرق. طيب هل في فروقات تانية ما بين الفول فريم والكروب سنسور؟ طبعا في فروقات كتير جدا. أهمها طبعا إن الفول فريم إن هو مساحته أكبر، فمعنى كده إن هو فيه عدد بيكسل أكتر، فمعناه إن الريزولوشن فيه هيبقى أكتر. الريزولوشن ده اللي هو عدد البيكسل اللي بتبين اللون وبتبين الإضاءة بتاعة الصورة. فبناء عليه التفاصيل طبعا بتاعة الصورة هتبقى أوضح وهتبقى شارب أكتر. طيب في فرق تاني وهو ان الفول فريم لو احنا مثلا جبنا كاميرا فول فريم 24 ميجا بكسل وجبنا كاميرا كروب سنسور برضه 24 ميجا بكسل، فمعنى كده ان عدد البكسل هنا هو نفس العدد هنا، فهل الريزولوشن او هل جودة الصورة هتبقى في الاثنين واحد؟ لا برضه، لان معنى كده ان في الفول فريم حجم البكسل هيبقى اكتر، فمعناه ان هو هيستقبل كمية اضاءة او كمية تفاصيل اكتر، فبناء عليه الصورة برضو هتبقى واضحة اكتر في الفول فريم. طيب نرجع تاني للمصطلح بتاع الانجل اوف فيو والفرق ما بينه وما بين الفيلد اوف فيو. هناخد مثال على كده. العدسة ال 150 ملي قلنا ان الانجل اوف فيو بتاعتها تقريبا حوالي 30 درجة. دي الانجل اوف فيو الخاصة بال 150 ملي. طيب الفيلد اوف فيو بقى، هنرجع تاني للصورة دي، هناخد مثلا العدسة اللي هي 150 ملي دي على الفول فريم، فكده هي هتدينا الزاوية الكاملة بتاعتها اللي هي 30 درجة. طيب لكن لو احنا استعملناها مع الكاميرا الكروب سنسور ساعتها الفيلد اوف فيو هيقل معانا، بدل ما هو كان 30 درجة في الفول فريم لا هيبقى دلوقتي حوالي 25 درجة. فهنا بيجي الفرق بقى ما بين المصطلح بتاع الانجل اوف فيو والفيلد اوف فيو، ان الانجل اوف فيو هي دي حاجة خاصة بالعدسة نفسها، عدد معين من الدرجات خاص بالعدسة هي اللي بتشوفه من العدسة قدامها. لكن الفيلد اوف فيو ده المقصود بيه انا مركب العدسة دي على الكاميرا الفلانية، الكاميرا مثلا على حسب نوع فول فريم او كروب سنسور بيديني مجال رؤية قد ايه. ففي حالة الفول فريم بيديني عدد الدرجات كاملة بتاعتها اللي هي بتشوفها قدامها، لكن لو انا ركبتها على كروب سنسور بيديني مجال رؤية اقل او فيلد اوف فيو اقل. في موقع عندنا جميل جدا يعني اسمه شاتر ميوز زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هو بيديني جدول في القيم بتاعة الفيلد اوف فيو لما استعمل انا عدسات بفوكال لينس معين مع الفول فريم. طيب انا هاخد مثال من الجدول اللي هو حاطه قدامي. هناخد مثلا العدسة 16 ملي مع كاميرا فول فريم. فالعدسة 16 ملي بتديني الفيلد اوف فيو بتاعها حوالي 96 درجة و7 من عشرة. هنشوف نفس العدسة دي مع كاميرا كروب سنسور بتدي مجال رؤية قد ايه. هنا اهو لو كاميرا مثلا نيكون كروب سنسور ال 16 مللي بيدي هنا كام؟ حوالي 72 درجة و8 من عشرة، وكان فوق مدينا كام؟ كان فوق مدينا 96 و7 من عشرة. فواضح طبعا الفرق الكبير ما بين الفول فريم والكروب سنسور. لو رحنا برضو على الكاميرا الكانون ال 16 مللي، العدسة ال 16 مللي بتدي مع الكاميرا الكانون حوالي 70 درجة و2 من عشرة. فواضح جدا طبعا الفرق في الفيلد اوف فيو ما بين الفول فريم والكروب سنسور. وهو هنا كمان يعني حاطط برضو حاجة جميلة جدا، حاجة اسمها الايكويفالنت فوكال لينس. والمقصود بيها ان انا عشان خاطر اشوف نفس الفيلد اوف فيو ده اللي هو يعتبر مع الكاميرا الكروب سنسور، لو عايز اشوف نفس الفيلد اوف فيو اللي هو نفس عدد الدرجات ده مع الكاميرا الفول فريم، فلازم استعمل فوكال لينس
او لازم استعمل عدسه الفوكال لينس بتاعها اللي هو موجود قيمته في الجدول هنا عندي في الخانه دي. طيب هو ليه هنا اعلى من هنا؟ يعني ليه انا بستعمل فوكال لينس اعلى في حاله الفول فريم من الكاميرا الكروب سنسور عشان خاطر اشوف نفس الفيلد اوف فيو؟ السبب ده احنا قلناه من شويه، ان السنسور بتاع الكاميرا الفول فريم يعتبر كبير او يعتبر مساحته اكبر من المساحه بتاعه الكروب سنسور، فعشان خاطر هو مساحته اكبر فبيغطي طبعا مساحه اكبر في الصوره عندي، فعشان خاطر هو يزوم على نفس مجال الرؤيه بتاع الكروب سنسور لازم طبعا يستعمل فوكال لينس اعلى عشان خاطر نشوف نفس الفيلد اوف فيو. يعني عشان خاطر نشرح الموضوع ده بصورة أبسط شوية، هنرجع للصورة بتاعتنا هنا. أنا هنا استعملت في الكاميرا الفول فريم هنا في المربع اللي هو الأحمر ده نفس العدسة اللي أنا استعملتها مع الكاميرا الكروب سنسور. أنا دلوقتي لو عاوز أشوف نفس المجال الرؤية اللي هو موجود قدامنا في المستطيل الأزرق ده أو اللي شايفاه الكاميرا الكروب سنسور، معنى كده إن أنا لازم أزوم بالكاميرا الفول فريم عشان خاطر أوصل لنفس الكادر الضيق ده. فعشان خاطر أزوم بعمل إيه؟ بزود الفوكال لينس بتاعي. فمن هنا بتيجي الفكرة إن أنا عشان خاطر أشوف نفس الفيلد أوف فيو بتاع الكروب سنسور أو الكاميرا الكروب سنسور لازم استعمل فوكال لينس اعلى مع الكاميرا الفول فريم. وده طبعا حاجه تعتبر ميزه كمان للكاميرا الفول فريم، لان معنى ان انا استعمل فوكال لينس اعلى معناه ان انا هشوف برضو تفاصيل اكتر وتبقى الوضوح بتاعها اكتر في حاله الفول فريم.